الرسايل اللي بتجيلي من العالم الآخر بتجيلي دايما بين الصحيان والنوم. يعني أنا ببقى داخل على السرير، معظم الناس اللي بتجيلها رسايل وتخاطرات من العالم الآخر بتجيلها في الوقت ده. أنت نايم على السرير، لسه ما نمتش، عينيك مفتحة، بس تبدأ تروح في النوم واحدة بواحدة. قبل ما تروح في النوم بيكون عندك نص وعي بالحواليك. في نص الوعي ده بتبدأ أي رسائل تخاطرية في الفترة دي هي بتبدأ تجيلك من العالم الآخر. أنا جالي رسالة وشفتها كويس جدا، هرسمها لكم دلوقتي وهشرحها عشان تعرفوا ايه الرسالة اللي جات لي من العالم الآخر ومن الكائنات الأخرى اللي موجودة معانا على الأرض. أنا هرسم لكم دلوقتي ايه اللي أنا شفته في التخاطر اللي جالي بين الصحيان والنوم. اللي أنا شفته بلغوني بيه الكائنات الغريبة، مش هقول كائنات فضائية لأن هما مش فضائيين. أنا شفت قصر كبير، قصر. أنا هرسم لكم اللي أنا شفته، يا رب تكون الصورة واضحة. قصر كبير وفيه كذا قبة. انا مش بعرف ارسم قوي، بس هحاول ارسم على قد ما اقدر. القصر ده كبير جدا، تحس ان هو قد الكرة الارضية بالكامل، وليه كذا بوابة. حوالين القصر ده سور، انا هرسم السور لوحده. السور اهو، وكان عامل كده، وهنا عواميد كده. طبعا انا هحاول اوضح الرسمة. عواميد حوالين السور وفي بوابة كبيرة حوالين السور ده. ده سور كبير. في هنا واقف كائنات، صورة يا رب تكون واضحة. كائنات عاملة كده، وفعلا شبه الكائنات الفضائية، بس أنا بقول لكم دول مش كائنات فضائية، شبه البني آدمين شوية، بس هم طوال، جسمهم قطعة واحدة مفيش مفصلات، وجسمهم طري جدا عامل زي المطاط، عينيهم كبيرة عاملة كده، وفي منهم كتير واقف على كل مكان. وقالوا وكلموني وقالوا لي اهم، بس انا مش بعرف ارسم قوي. قالوا لي ان هم حراس القصر، وان القصر ده موجود فيه الشيطان الذي يتحكم في العالم، وجوه بيعملوا حفلات بذخ وعبادة للشيطان مع البني ادمين، بعض البني ادمين الذين يحكمون ويتحكمون في العالم، وبعض الجن. هذه الكائنات الغريبة تكلمت معي بالتخاطر وليس بالفم، ما عندهمش بق يا جماعة، دول ما عندهمش بق ولا ودن، الكلام بيكون بالأفكار. كلموني وقالوا لي إن الشخص اللي جوه ده هو الشيطان وبيتحكم في العالم، وإن هو بيراقبنا عن طريق أجهزة وأقمار صناعية، وعن طريق كائنات مخفية بيراقبنا كلنا وبيصورنا، ويتحكم في العالم بالكامل، يتحكم في الحروب، يتحكم في الاقتصاد، يتحكم في الأموال، مين يبقى غني ومين ما يبقاش، غنى فاحش، مين يبقى معاه فلوس ومين ما يبقاش معاه فلوس، يتحكم في الطقس. الكلام اللي أنا بقوله ده قالهولي، وقال إن عندهم تكنولوجيا عالية جدا إن هم يقدروا يراقبوا الناس كلها جوه بيوتها، وده لأنهم بيعملوا تجارب على البني آدم. وغير كده هم كمان، ده الكلام اللي اتقال لي، كمان عايزين يتحكموا في العالم كله ويرثوا الأرض بعد البني آدم. اللي قال لي الأسرار دي هو شخص من اللي واقفين بره من الكائنات الغريبة دي، وده شكله، رب تكونوا شايفينه. وقال إن هو الشيطان اللي جوه المكان ده بيتحكم في ما يحدث بالعالم بالكامل، وإن هم شايفيننا ومراقبيننا كلنا حتى جوه بيوتنا، بطريقة التكنولوجيا وبطريقة الجن المخفي اللي هو بيعدي على الناس كلها ويشوف ايه اللي بيحصل. انا ما نمتش، يعني انا الوقت ده انا ما كنتش نايم، كنت واعي بكل اللي حواليا، كنت واعي بكل اللي بيحدث حواليا، نص نايم مش نص، مش نايم بالكامل، يعني ما كانش حلم، هو بيجي لي زي بتفرج على فيديو كده، عارف لما بتفرج على فيديو او سينما، ده بيجي لي زي كده، غير الحلم خالص. الكلام كان بالتخاطر، وده شكل الشخص اللي ظهر لي. هرسمه تاني بصورة اكبر اهو، انا برضو رسمي على قده، والجسم كان قطعة واحدة بدون مفصلات،
كان ب3 صوابع في الرجلين. ده مش كائن فضائي، هم قالوا ان هم حراس القصر، وانا اعتقد ان هم من الجن. وكان ليه ايد. ده كان شكله ملوش بق ولا ودن، والكلام كان بالتخاطر، وعينيه كانت سودة وكبيرة. هو بيقدر يتحكم في طوله، يطول او يقصر، يصغر، وممكن يبقى حجمه صغير جدا، ويمكن يبقى حجمه كبير جدا. وهم قالوا ان هم عايزين ياخدوا الارض، وان الجنس البشري يخلص على نفسه، يعني يقتلوا الناس، تفضل تقتل بعض ويخلصوا على نفسهم، وان هم ما يقدروش يظهروا لنا بشكل مباشر، عشان احنا لو ظهروا لنا بشكل مباشر هنقدر نقضي عليهم. لكن هم دلوقتي بيخلونا احنا نكره بعض ونحارب بعض ونقتل بعض، وهم دايما بيقدروا يسيطروا على دماغنا بالتخاطر، يعني زي بالظبط وسوسة الشيطان. لكن كل اللي لفت نظري في الموضوع ان الشيطان فعلا بيقدر يتحكم في البشر بطريقة معينة، ومراقبنا كلنا. وده تفسير لكلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وهو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يعني هم فعلا بيشوفونا، وده اللي جالي في الحلم فعلا لما قال لي ان هم بيشوفونا وبيسجلوا كل اللي احنا بنعمله عن طريق كاميرات حديثة جدا، او عن طريق المراقبة الذاتية، ان هم يرسلوا علينا شياطين من عندهم ان هم يشوفونا بنعمل ايه. بس لفت نظري كمان ان هم بيقولوا ان تحت قيادة الشيطان في مجموعات من البشر تتحكم برأس المال العالمي، وهم من أغنى أغنياء العالم والكون، ويتحكموا بالحروب ويتحكموا بالأسلحة ويتحكموا بكل هذا، وبيعملوا طقوس لعبادة الشيطان داخل القصر اللي أنا حكيت عليه قبل كده. شكرا.